صباح الفل، صباح الورد، صباح السعادة. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض سويس رول بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبثلاث مكونات. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. اول حاجة بحضر الصينية بتاعتي او الصاج بتاعي 30 في 40. بديله دهنة بسيطة من الزيت وبفرش عليه ورقة من الزبدة كده زي ما انتم شايفين وبركنه على جنب. دي اول حاجة بعملها، بحضر الصاج او الصينية بتاعتي مقاس 30 في 40 وبركنها على جنب. بعد كده بجيب البولة الحلوة بتاعتي وابتدي اضيف فيها 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. تمام. واضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الفانيليا او 4 بواكب من الفانيليا، لان الفانيليا فيها سكر عشان ما يبقاش ريحته زفارة. تمام. ومعايا كوبايه الا ربع من السكر الحبيبي عادي جدا خالص، مش بودر ولا حاجه. وببتدي اضيف السكر بالتدريج، يعني انا حطيت شويه شويه، يعني نص السكر، نص كميه السكر، وابتديت اضرب بقى بالمضرب الكهربائي. وفي المرحله دي لازم مضرب كهربائي، لان احنا هنفضل نضرب لحد ما نوصل لفوم كريمي وحلو ولونه ابيض كده. تمام. نضرب 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 نضرب. طريقة سهلة وبسيطة، مش هنستخدم غير سكر وبيض ودقيق، وهتاخدي احلى سويس رول حلوة قوي. كمية حلوة، مش وحشة، مش هنكلفه كتير. فضلت اضرب واحط السكر شوية بشوية لحد ما وصلت للمرحلة دي. زي ما انتوا شايفين قوام هش جدا، لون فاتح اهو. بعد كده معايا كوبايه واحده من الدقيق، ببتدي ان انا انخلها، وطبعا لازم انخل الدقيق عشان ادخل جواه هوا. ولما اجي اقلب، انا هتلاقوني بقى مش مسرعه الفيديو ولا حاجه، هقلب لكم بالراحه، لاني لازم تقلبي بالراحه من تحت لفوق عشان ما تخرجيش الهوا، عشان تاخدي كيكه هش كده زي القطن بجد، مختلفه تماما عن اي كيكه. لان الكيكه السويس رول يعني ما فيهاش دقيق كتير، ما فيهاش زيت، ما فيهاش حليب، ما فيهاش حاجات كتير. تمام. اهو. هنا انا الفيديو متسرع شويه، بس انا بقلب بالراحه وفي اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين. قلبي بالراحه وفي اتجاه واحد اهو. شغاله الفرن على درجه حراره 200، شغاله فوق وتحت. هدخل الصينيه بتاعتي على الرف اللي في النص، او على الرف من تحت لو الشوايه عندك عاليه قوي. تمام. انا فرني ما شاء الله مظبوط، فبدخله في النص. بياخد معايا بالظبط من ربع لتلت ساعة وبيكون جاهز. هفضل اقلب كده، بس برضو مش هطمن للمضرب، حاسة ان لسه فيه دقيق. هشيل المضرب بتاعي وهجيب الاسباتيولا واديله برضو تقليبة من تحت لفوق من تحت لفوق، وانزل الجوانب، ولو في دقيق في الجوانب ولا حاجة بيطلع معايا. قلب 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 قلب. مش محتاج افتكاسات، اي حد يدخل المطبخ يقدر يعمل. هو اسمه سهل، اسمه سويس رول. تحسيه كده مكلكع ومش عارفه ايه، لكن والله العظيم السهل الممتنع اللي اي حد يدخل المطبخ يقدر يعمله. بيض وحبه سكر وشويه دقيق والدنيا تمام. طبعا ما ننساش احنا ضفنا معلقه صغيره من الكيك شيف او البيكنج باودر، لازم لازم لازم. تمام. طبعا كيكه يعني فانيليا وبودر معروفه. بعد كده، بعد ما قلبت كويس جدا وتأكدت ان كله بقى تمام، بجيب الصاج بتاعي، ببتدي ان انا انزل بالخليط. في المرحلة دي انا كنت واخدة معلقتين مش مليانين قوي من خليط الكيك، اللي هو سايباهم على جنب. ضفت عليهم معلقة صغيرة من الكاكاو، قلبتهم مع بعض عشان هعمل بيها الخطوط اللي هتشوفوها عليه. ببتدي افرده بقى في الصاج، اوزعه كده بالراحة. لو ميلنا الصاج يمين وشمال من غير الاسباتيولا بيتفرد، مفيش اي مشكله اهو. انا معاكم خطوه بخطوه. يبقى جهزنا الصاج الاول وشغلنا الفرن وابتدينا ان احنا نعمل السويس رول. كل الحاجات دي مهمه جدا، هتساعدك انه يطلع معاكي ناجح. هنا اهو زي ما انتم شايفين المعلقتين اللي انا قلت لكم خدتهم على جنب، ضفت عليهم معلقه صغيره من الكاكاو وقلبتهم مع بعض، وابتديت اعمل خطوط كده. لو انت مش حابه الفكره دي استغنى عنها، مفيش اي مشكله. حطي كل الكميه وعلى الفرن، يلا بينا. لما انا حبيت اعمل فيه كده شكل اهو، واي كميه هتتبقى احطها في اي جنب من الصاج، مفيش مشكله يعني. تمام. هبتدي بقى اخطط
رايح جاي رايح جاي رايح جاي، زجزاج يعني، هتبقى شكل الزجزاج كده، تبقى شكلها حلوة قوي. لما كمان هتستوي وهتيجي تقطعيه هيبقى شكله لذيذ. شايفين؟ ونقدر نعمله بني طبعا، يعني تقدري تعمليه كده، وتقدري تعمليه لو انت عايزاها سويس رول شوكولاته، تقدري تعمليه شوكولاته، مفيش اي مشكله. تشيلي معلقتين من الدقيق تحطي بدلهم معلقتين من الكاكاو. تمام. هنا بعد ما طلع من الفرن زي ما قلت لكم بياخد معايا في الفرن من ربع لتلت ساعه، بيكون بالشكل ده. خلي بالك من فرنك، انا درجه حراره 200 حتى على الرف اللي في النص، فرن شغال من فوق ومن تحت. اول ما بيطلع المفروض ان انا بسيبه يهدى، يعني قبل ما اقلبه هسيبه انه يهدى. اول ما طلع انا قلبته كده زي ما انتوا شايفين، جبت ورقة زبدة وقلبته عليها. تمام. عندي بقى الحشوة زي ما تحبي، حبة مربى، حبة صوص فراولة، حبة مربى فراولة، حبة نوتيلا، حبة لوتس، حبة فستق، اي حاجة انت بتفضليها حطيها. انا حشيته نوتيلا كده زي ما انتوا شايفين، كل الاولاد بيحبوا النوتيلا. وابتديت الفه رول بقى كده. اتني ما تخافيش وما تقلقيش، هو كده كده طري، طري جدا. تمام اهو زي ما انتوا شايفين. هلفه بقى واضغط عليه، وبعد كده بفتح ورقة الزبدة اهو زي ما انتم شايفين. حتى لو هتلاحظوا ان شوية من الوش بتاعه طلع في الورقة، لكن الجنب التاني لا. تمام. قطعت الطرفين من الجنبين اهو زي ما انتم شايفين. شايفين بقى الشكل، شكله حلو قوي. بصوا، نقلته طبعا عشان شكله يبقى أوضح. هو مش متفتح يا جماعة ولا حاجة، يعني هو ما شاء الله تبارك الله متماسك، مش متقطع خالص يعني. فاهمين؟ وطري طري طري، مهما اقول لكم قد ايه طراوته، وقد ايه الكيك هش وفلافلي جدا جدا. بصوا الجمال، بصوا الجمال. ايه رأيكم؟ بصوا النوتيلا بتبظ وتلز من كل حتة، يعني مش عايزة اقول لكم. نقطعه بقى. طبعا تقدري تقطعيه وتقدميه وتحطي عليه صوصات اللي انت عايزاها. بصوا، بصوا الجمال، بصوا الشياكة، السهل الممتنع. جربوه هيعجبكم جدا، حلوة قوي وشيك. جايلك بقى ضيوف، تحطي في اللانش بوكس للولاد، تقدميه لأسرتك مع كوباية الشاي او كوباية حاجة ساقعة زي ما انت حابة يعني. احلى من الكيكات اللي بتيجي جاهزة اللي احنا عارفينها دي، 2 3 5 جنيه دي حاجة تانية خالص، وهم بجد. زي ما انتوا شايفين الشوكولاتة جواها عاملة ازاي، والكيكة نفسها عاملة ازاي. اتمنى ان انتوا تجربوه، ان شاء الله يعجبكم جدا. اشوفكم على خير، باي باي.